السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم باحسن حال. كنعتذر منكم على طول الغيبة وغيبة طويلة. الناس اللي قرابين لي عارفين الظروف، عارفين بلي كانت يعني ظروف فوق من طاقتي اللي ما خلاتنيش انني نصور الفيديوهات معكم، ولكن راني اشتقيت لانني نبقى نحط لكم فيديوهات. اشتقيت لتعاليقكم اللي كانت دائما محفزه ليا. كنشكر الناس اللي كيدخلوا عندي التيك توك والانستغرام باش يسولوا عليا. شكرا جزيلا على حسن المتابعه وعلى الوفاء ديالكم. بالنسبه للكيك ديال اليوم، هما كيكات صغار اللي كيجيو رائعين، هشاش بزاف مع واحد النكهه مميزه. غادي يجيوكم رائعين، واللي ذاقهم غادي يبغي الوصفه كونوا اكيدين. بالنسبه للكيك ديال اليوم فهي كيك اقتصاديه كيف عودتكم دائما. غادي نحتاج فيها لجوج حبات ديال البيض، نصف كأس من الزيت. بالنسبه لهاد العبارات اللي غادي نعطيكم راه بكأس العنبه الكبير اللي معروف اللي كتعبروا به دائما، اولا اي كأس شاي. وعندي نصف كأس من سكر حبيبات ولا سكر سنيده، يمكن لكم تزيدوا حتى الكأس الا ربع، ولكن هاد الكميه راه كتكون كافيه في يعني بالنسبه للمذاق. بالنسبه لهاد الكأس راني درت مزيج من الحامض والليمون. عندي جوج مندرينات عصرتهم وضفت عليهم نصف حامضه. عطاوني هاد الكميه ديال العصير. يمكن لكم تستعملوا حتى الكاس مملوء من هاد العصير اولا من هاد المزيج، ماشي مشكل. وهنا راه عندي نكهه الحامض، حنا كنقولوا الحامض في المغرب اللي هو الليمون، فغادي نستعملوا، غادي يعطي اضافه رائعه. والقليل من قشور الحامض والملح اكيد. وبالنسبه لهنا عندي كيس واحد من الخميره الكيميائيه. بالنسبه لهذا الكيس عندي فيه 11 غرام، انا مالفه كنستعمل الكيس ديال 8 غرام لكن ما توفرش ليا. تستعملوا ديال 11 غرام حتى هو كيعطي نتيجه زوينه. والدقيق راه عندي منخول اولا مغربل، وغادي نعاود نغربلو المره الثانيه معكم ان شاء الله. فغادي ناخذ جوج حبات ديال البيض، نضيف عليهم قشور الحامض. هنا قشور ديال تقريبا غير ديال نصف حامضه، مع الملح والكميه ديال السكر. غادي نحاول نطربهم جيدا في الاول. الا ما كانش عندكم الطراب الكهربائي فاكتفيوا بالطراب اليدوي، غير هو كيزيد عليكم الوقت شويه يعني الخدمه، لكن كتكون النتيجه حتى هو زوينه. غادي نبقى كنطرب بهذه الطريقه. يعني باش تحصلوا على نتيجه زوينه حاولوا انكم تضربوا البيض واحد المده اللي كتكون كافيه حتى كتذوب ديك السنيده اولا السكر. وكيبان لكم البيض بدا كيتغير اللون ديال الخليط وتقال، يعني البيض كيطلع شويه. فغادي نبدا نضيف بالتدريج، وانا كنضرب كنقص هنا السرعه ديال الضراب، وكنبدا كنضيف بالتدريج الكميه ديال الزيت حتى كنكملها. وكنبدا كنضيف الكميه ديال العصير اللي هو مزيج ما بين البرتقال والحامض او الليمون بهذه الطريقه. يعني تقدروا حتى تستعملوا كأس مملوء. وهاد الكؤوس كاملين هما كؤوس الشاي اللي قرابين من كأس العنبه اولا اللي نفس القياس فيهم. يعني ما غاديش نلتزموا بواحد المعايير اللي مضبوطه وكتحصلوا على نتيجه زوينه. وبالنسبه لهاد الاضافه فهي اضافه مميزه اللي غادي نستعمل فيها النكهه ديال الحامض، كتجي رائعه. وبالنسبه لهذاك البواطه راه كتشريوها غير يعني العلبه الصغيره ب5 دراهم وكتخدموا بها مده طويله. استعملوا كميه قليله فقط كيف شفتوا معايا باش ما تجيكمش النكهه مجهده يعني وطاغيه بزاف. فالان غادي نبدا كنغربل المره الثانيه هذا الدقيق. بالنسبه للدقيق ما عطيتكمش العبار، وغالبا في هذا الكيك اللي كتكون هكا عشوائيه يعني ماشي جانواز ماشي هذا، ما كنعطيكمش التدقيق باش انكم تعلموا واحد القاعده ان الكيك كتبغي تكون ثقيله بواحد القوام ثقيل كتجي النتيجه ديالها رائعه، واكيد دائما غتجي ناجحه معكم. الا خليتوها خفيفه بزاف هي فين ما كتصدقش وكتجيكم يعني كتفص بمجرد ما كتجبدوها من الفرن. فانا هنا غادي نطرب هاد الكمية ديال الدقيق في الأول باش نشوف القوام اللي وصلت ليه. كيف قلت لكم دائما انا في الكيك العادي راه كندير عيني ميزاني. غادي نضيف هاد الكيس ديال الخميره الكيميائيه. فقلت لكم الا بغيتو تستعملوا الخميره اللي يعني اللون ديالها احمر فيها 8 غرام راه غادي تكون حتى هي كافيه ومزيانه. فانا ضفت هنا الخميره وكنشوف بلي القوام مازال خصني شويه الدقيق. غادي نزيد نضيفو، واخا شفتوا القوام ثقل غادي نزيد نضيف كميه قليله من الدقيق. وغادي ندمجو. نحاول نحيد هاد الفائض اللي في الجوانب باش نقدر نحرك جيدا هاد الخليط. وغادي نستعمل الطراب. يعني الطراب كيسهل الخدمه وكيسرع، يعني ما كتاخذش معكم وقت طويل باش تحضروها. في هاد الاثناء
كنكون شعلت الفرن في هذه المرحلة، كنشعل الفرن باش أنه يسخن جيدا على درجة حرارة 180. وبالنسبة للفران العادي راه كتشعلو غير من الأسفل راكم عارفين، وكديروه متوسط النار ديالو. وبالنسبة للكهربائي 180، وكنشعل الفوق لتحت بالفرفرة أولا بالمروحة. عندي هاد القوالب اللي صراحة كيجيو زوينين بزاف في المنظر، كيعطيو منظر زوين ومتوفرين دابا بكثرة عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. يعني كنصحكم أنكم تاخذوهم، كيجيو مميزين. فأنا غنبدا نعمر في هاد القوالب بهذا الشكل اللي كتشوفوا. شوفوا معايا القوام اللي كنوصل ليه، خاص تكون واحد القوام شويه ثقيل اللي كيتنزل بصعوبه شويه. هذا هو القوام اللي كيجي ناجح. هنا عندي 8 ديال القوالب، راه فيهم احجام مختلفه، كتاخذوا الحجم اللي بغيتو. فمن بعد ما كملتهم غادي ناخذ هاد حبيبات الشوكولاته، غادي ندير النصف بحبيبات الشوكولاته والنصف الاخر غادي نطيبو هكذاك عادي. لانكم شفتوا معايا غادي ندير له المربى والكوك ان شاء الله، اولا جوز الهند مني يخرجوا من الفرن، على حسب شنو نتوما كتفضلوا. يمكن لكم ديروا رقائق اللوز الا كنتو كتبغيوهم. وبالنسبه لرقائق اللوز راه اكيد غادي تدخلوهم يطيبوا معاهم من الاول. فواكه جافه اللي كتفضلوها يمكن لكم تزينوا بها، معليش. فانا غادي ندخلهم يطيبوا، من بعد ما يخرجوا هذه هي النتيجه النهائيه ديالهم. وبالنسبه لهادو اللي بقاو بدون اضافات فهما اللي غادي نستعمل لهم المربى والكوك. بالنسبه لي انا هنا باقيين دافين شويه باش نقدر اني نستعمل مباشره المربى، يعني بلا ما نسخنوا. في حاله خليتوهم بردوا تماما فغادي تسخنوا شويه المربى على النار عاد تستعملوه. انا مباشره غنستعملو كميه قليله هكا مع القليل من الكوك. وغادي ندهن الوجه ديال هاد الكيك ونضيف عليهم المربى. بالنسبه للخميره ديال 8 غرام صراحه كانت كتعطيني نتيجه احسن من هذه، لكن ما كانتش متوفره ليا، لهذا استعملت هذه النوعيه ديال الخميره. فغادي نزين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. صراحه النكهه ديال الكوك كتماشى بزاف مع هذا النوع ديال لي كيك. فيعني كنصحكم انكم لا كنتو كتاكلوا الكوك غير استعملوه على حسابي، كيجي زوين بزاف وبجميع الطرق كيجيو زوينين. فغادي نكمل التزيين ديال هاد الكيك ونوريكم النتيجه النهائيه. ومن بعد ما كملت التزيين فكنقدمها بهذا الشكل، كتجي رائعه ومميزه. خصوصا كنأكد على انكم تستعملوا نكهه الحامض، كتعطيها يعني بصمه اولا نكهه اضافيه مميزه. والناس اللي ذاقها غادي يبغي يجربها ويبغي يعرف شنو المكون السحري اللي زادها لذة. الناس اللي غادي يجربوها كنتمنى تخليوا لي رايكم في التعاليق. كتجي هشيشه كيف كتشوفوا، يعني هشه بزاف ورطيطبه والمذاق زوين بزاف. كنشكركم والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه، والسلام عليكم.